وبركاته. اهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده فيديو جديد ويوم جديد. هنبدا مع بعض النهارده في طريقتي في توفير في الميزانيه بتاع المنظفات، وازاي ان انا بحضر المنظفات بتاعتي عشان اوصل لافضل نتيجه في تنظيف هدومي وهدوم اولادي. طبعا انتوا عارفين ان المنظفات بصراحه اسعارها عليت قوي، وكل الحاجات اللي هي بتبقى في الازايز المغلفه دي بقى اسعارها خياليه بصراحه. فانا بقى حاولت النهارده ان انا اعمل لنفسي خلطه حلوه كده بصراحه، من وقت ما بدات ان انا اعملها وهي مريحاني جدا في تنظيف الهدوم. انا هقول لكم عليها وهوريكم ازاي ان انا بقدر ان انا اوفر في المسحوق، وازاي ان انا اقدر ان انا يبقى عندي كميه كبيره من المسحوق، وفي نفس الوقت الم دنيتي طول الشهر، والمسحوق ده يقضيني طول الشهر. فانا هوريكم النهارده، هوريكم المكونات بتاعتي. بس قبل ما اقول لكم على اللي عندي، احب ان انتوا تشتركوا في القناه لو انتوا مش مشتركين عندي، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، وتعملوا لي لايك وتعليق ظريف كده منكم. بسم الله، نقول بسم الله. اول حاجه انا جبت كيس اريال من ده، اسمه ليدر. ده نوع ليدر ده حلو، ريحته حلوه وحلو برضو بينضف. طبعا هو لوحده كده مش هينفع، يعني هو لوحده كده ما ينضفش الهدوم قوي بالكفاءه اللي انا محتاجاها. فطبعا انا بجيب معاه كيسين اوكسي عشان بس يدوله ريحه، وبرضو الاوكسي بينضف. الاتنين دول. طبعا المنتجات التانية احنا عاملين مقاطعه المنتجات اللي هي الاجنبيه، فانا بس بحاول استعمل مصري بس في نفس الوقت يديني الكفاءه اللي هي تنظيف الكفاءه بتاعه المستورد. فانا جبت 2 هنا كيسين اوكسي اهم، هحطهم وادربهم على الكيس الكبير ده في علبه. هدربهم واحطهم في علبه، واخد بالمكيال في قلب الغساله وانا بغسل دول، وهوريكم ازاي انا بعمله دلوقتي. اما عن المنظفات السوائل انا بعمل ايه؟ عندي هنا ده برسيل جل، جبت انا عندي هنا 2 كيلو من البرسيل الجل، ودي ما هوش دوني، ده اسمه لهلوبة، عندنا بيقول عليه لهلوب، بينضف جدا وكويس. بحط ده كله في جردل مع بعضه، واحط عليه كيس كلوروكس ابيض، ومقدار كيس كلوروكس الوان، بس انا ما بجيبش كيس كلوروكس الوان، طبعا الاكياس غاليه، فانا بجيب زجاجه بحالها وباخد منها جزء واخلي الباقي ان انا بستعمله، لاني انا بستعمله دايما. فانا اخد هنا جزء كده مقدار كيس على المكونات دي، وهوريكم ازاي دلوقتي احنا بنعمل المكونات دي. الازازه دي بقى بتاع مسيح الارضيات، دي بتاخد مده طويله، ممكن تقعد عندي يجي 3 شهور، لاني بحط غطا صغير على جردل الميه، فدي بتقعد عندي مده طويله، فمش بجيبها غير كل فتره. طبعا هنا لو جينا قلنا على الشاور بتاع الاستحمام، طبعا شاور الاستحمام دلوقتي عشان اشتري ازازه زي دي مغلفه كده غاليه جدا، فانا دي كانت عندي الازازه دي. فانا طبعا لما فضيت بدات ان انا اجيب شاور استحمام بكيلو، ده نوع حلو، اختاري نوع حلو يكون ريحته حلوه، وجيبي عليه شاور من ده كام كيس كده يديله ريحه حلوه اكتر، يعني يدعم الريحه بتاعته. وفضيه في الازازه اللي عندك دي واستخدمي منه. انا جبت هنا، بجيب من هنا بحطه للازازه دي، افضيه، والحبه اللي بيفيضوا ويفضلوا في الكيس لما ينقص ابقى اكمله. هنا بقى هنبدا مع بعض نشوف ان انا بعمل ازاي الاريال وازاي بعمل منظفات. اول حاجه بس هشيل الحاجات دي عشان تشوفوا معايا. هبدا ان انا امسح مكانهم كده. عندي هنا طبق بلاستيك هعمل فيه، هحط فيه المكونات كلها. هبدا ان انا افضي الكيس ده كله، اللي موجود في الكيس كله هنا. هو ريحته حلوه بالليمون، هو ريحته جميله جدا، بس انا بحب ادعم ريحته كمان بالاوكسي، الاوكسي ريحته نفاذه وجميل. وبعدين النوع ليدر ده بينضف بصراحه، يعني بحس ان هو بينضف برضه. احط معاه الاوكسي، يمكن هو اكتر نوع في المصري بعد اوكسي بصراحه، حلو جدا وبينضف جدا معاه. فضيت الاوكسي معاها اهو.
تمام كده. انا فضيتهم كلهم، هبدا ان انا اقلبهم في قلب بعض قوي، بحيث ان الاوكسي والكيس ده يبدا ان هو يبقوا في قلب بعضيهم، يعني يبقوا يندمجوا مع بعض قوي. مش قادره اقول لكم ريحته جميله جدا بصراحه. الاوكسي والنوع ده مع بعض كده بيدوا ريحه جميله جدا في الغسالات العاديه والفوق اوتوماتيك. يا جماعه ده للفوق اوتوماتيك مش الاوتوماتيك، دي للغسالات العاديه والفوق اوتوماتيك. يعني ما فيش حد عنده غساله اوتوماتيك يعمل. لو انت عندك غساله اوتوماتيك وعايزه الكفاءه، كل الحاجات ديت ممكن تحطيها في طبق بلاستيك مع الهدوم. يعني تجيبي طبق بلاستيك تحطي فيه ميه وتحطي فيه المكونات دي وتحطي فيه تغطسي فيهم الميه الهدوم لمده ليله مثلا او ساعتين 3 قبل ما تغسلي، وبعد كده تعصريهم وتحطي في الغساله الاوتوماتيك. هيديكي نظافه جميله جدا، هتبقي مبسوطه يعني من النتيجه. انما في الاوتوماتيك على طول لا، المسحوق ده ما ينفعش الاوتوماتيك على طول. كده انا قلبته قوي اهو ودمجتهم الاتنين مع بعض قوي. هبدا ان انا اعبيهم في جردل عندي. انا عندي هنا جردل اهو، الجردل ده بعبي فيه كل المسحوق بتاعي، وابدا ان انا بالمكيال ده اخد منه للغساله. الغساله ملو المكيال ده، يعني انا كده مكيال واحد يملى الغساله، لان الغساله بتاعتي صغيره 8 كيلو. فنبدا هنا مع بعضنا اعبيه في الجردل وارجع له اهوت. الجردل بتاعي اتملى بسم الله ما شاء الله. المسحوق ده بيقضيني الشهر كله، يعني المسحوق اللي في الجردل ده بيقضيني الشهر كله. مع كل غسله مكيال، بحط المكيال معاها كده واقفل عليها، وابدا اوريكم ازاي ان انا بعمل بقى السوائل. بس انا في السوائل مش هحط الجردل فوق هنا، انا هحطه في الارض عشان يبقى بالنسبه لي سهل في العمايل. تابعوني وانا هرجع لكم تاني اجيب الجردل وارجع لكم تاني. هنا دول كانوا عندي حبه من المره اللي فاتت، من الغسله اللي فاتت. يعني هو ساعات منه بيفيض، وفي ايام لما بيكون في غسيل كتير ما بيفيضش. بس كده هقول لكم ان الحبه دول كانوا فاضوا مني، لاني كنت جايبه بزياده عشان ايام رمضان، وانتوا عارفين غسيل سجاد وغسيل هدوم وغسيل ستاير، فبيبقى عندي بزياده. جبت بزياده الشهر ده. فانا الشهر ده طبعا ما جبتش كتير زي كل مره، انا جبت 3 كيلو بس من البندوبه و2 كيلو من البرسيل الجل، هما دول 5 كيلو عشان انا عندي كميه برضو. يعني انا عملت حساب الكميه دي اهوت. هفضي كل المكونات السائله هنا. بصراحه الطريقه بتاع السوائل دي لما جمعتهم على بعض انا ما قدرتش ان انا اتخلى عنها، لانها بصراحه نظفت لي جدا الهدوم. يعني خلت الهدوم نتيجتها ادتني نتيجه وكفاءه احلى من المستورد كمان، يعني احلى من المستورد كمان، وريحه برضو جميله للهدوم. في نفس الوقت ما بقاش فيه بقع زي الاول. كده انا فضيت اهوت المكونات بتاعتي. هحط برضو معاهم البرسيل الجل مع المكونات بتاعتي دي. كده جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا، وهتنضف معاكم الهدوم. ولو عندك اي بقعه في الوان ما تخافوش، يعني ده مش بيأثر على الالوان. يعني كل الخلطه دي مش بتأثر على الهدوم الملونه، يعني مش بتبوظها. بس اهم حاجه ان انا ما اجيبش كلور خام ولا كلور سايل. هو الكيس ده كلوروكس ده، وكيس ومقدار كيس من اللي هو كيس الالوان. انا كنت بجيب كيس الوان الاول، بس انا بحتاج الكلوروكس فطبعا سعر الكيس غالي قوي، فما ينفعش ان انا اجيب اكياس. لا انا بجيب كله بقى، بجيب ازازه واخد منها. بس مني انا مش بستعمل كلوروكس من الابيض كتير، فانا ايه ما حطيتش. يعني بجيب كيس واحد احطه يدي نظافه معايا، وفي نفس الوقت ايه برضو ما يبقاش قوته، يعني مش هحط كله على كل الهدوم. هنا بقى هحط برضو مقدار هنا من كلوروكس الالوان، مقدار كيس كده، يجي مقدار كيس. شوفوا بقى يا جماعه هيتفاعلوا مع بعض ازاي، بدا ان هو يتفاعل معاه ازاي. كل المكونات دي بتتفاعل مع بعضها وبتدي نظافه ما اقولكوش. انا كده خلاص كونتهم مع بعض اهم. هبدا ان انا اقلبهم تقليبه كويسه عشان ادمج كل المكونات دي مع بعضها.
انتوا عارفين الخلطه دي بقى، مسيح ارضيات ماشي تشتغل معاكي، غسيل ستاير ماشي، غسيل سجاد ماشي، غسيل بطاطين ماشي، ماشيه في كل حاجه. لو حتى حابه ان انت تلمعي حوضك، لو حطيتي شويه بالسلكه كده هيخلي لك الحوض ممتاز بيلمع جدا. شفتوا بدات تفور ازاي؟ هي الخلطه دي بدات انها تزيد كده وبدات تفور معايا برضو، كويسه جدا جدا جدا، وبدات المكونات تتفاعل مع بعضها. بعد كده الرغوه دي هتهبط، يعني الرغوه دي بعد كده هتهبط، بس بعد كده الخلطه دي هتبقى ممتازه. طبعا انت كل ما تيجي تغسلي بقى يبقى عندك مثلا مكيال. انا في مكيال كنت واخداه من ماما، كان هي عندها غسالتها اوتوماتيك، فانا خدت منها المكيال ده. وفضل عندي المكيال ده، باخد من المكيال ده، هو مكيال واحد كده في الغساله مع مكيال من الاريال البودره. ما اقولكوش بقى دفايات نظيفه، غسالات نظيفه، حتى ساعات باجي اعمل دوره للغساله تنظيف بعد ما اغسل الغساله وتمام، احط لها مكيال من ده مع حبه اريال واشغل عليه الغساله تبقى تمام وريحتها زي الفل. كده تمام. النهارده فيديو النهارده ده كان عن منظفاتي، وازاي ان انا بحاول اوفر في ميزانيتي، وكمان بعمل حاجات برضو نتيجتها تطلع كفاءة نفس كفاءة المستورد. ممكن ده يوفر معاكي. شفتوا الجردل اللي اتملى معايا اهوت، ده بيقضيني شهر وساعات يفضل من الشهر. سجاد ماشي، دفات ماشي، حفاظات ماشي، ستاير ماشي، في هدوم فيها بقعه ماشي، بطاطين ماشي. هو بصراحه الخلطه دي جميله، ماشيه في معايا في كل حاجه. حتى لو ضيقت بيا الدنيا وما عنديش حاجه امسح بيها الحمام ولا انضفه، بجيب مكيال واحط حبه بريل معاهم، بسم الله ما شاء الله بترغي بقى وتخلي الحمام زي الفل وريحته زي الفل. هتعجبك الخلطه دي، جربيها وهتدعي لي باذن الله. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين عندي، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.